السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقبلوا البشرى دي بقى مني. هيجي اليوم اللي انتوا هتشوفوا فيه الظالم في حالة هتقولوا ساعتها يا رب انا مسامحاه، يا رب سامحت اللي اذاني خلاص. ايه اليوم ده يا غادة؟ انت بتهزري يا غادة؟ لا والله العظيم ما بهزر، وانا ببشركم كده. انتوا طبعا قاعدين يا اللي ظلمني متهني، ده خندي واتجوز عليا وراح عايش معاها بيدلعها بيخرج. انت هتقول اللي اذاني ده الدنيا حلوه معاه، ده متمرمغ في السعاده. والله العظيم ده تهيؤات، ده احساسكم بس كده. اصل انتوا شايفين الظالم بقى من بره وهو متنغنغ وهو عايش وهو متدلع وهو الدنيا متظبطه معاه، وانتوا متهيأ لكم ان ده خلاص. انتم لو اطلعتم على نسبة 1%، يعني لو ربنا اطلعكم على نسبة 1% من حياة الظالم، والله هتشفقوا عليه. الظالم بقى اللي ظلمكم ده ما ظلمكمش ومشى، ده هو كان اختياره ان هو يأذيك. وانتوا عارفين الدنيا افعل كما تشاء او كما شئت فكما تدين تدان، وكل ساقي سيسقى بما سقى. انتوا متخيلين ان بعد الاذية اللي انت شفتيها وبعد الظلم اللي انت عشته الظالم قاعد متهني؟ ده لو وهو ماشي كده صبعه اتعطر كده في حاجه، اتخبط صبعه الصغير ويقعد قاعد كده، ده ذنب غاده. ده لو هو ماشي كده وحد عنده تعب ابوه ولا امه ولا في حد جراله حاجه يزعل عليه، يعني يقولك ده ذنبها، ده ذنب اللي ظلمتها. بيبقى عايش بذنبكم. اوعوا تكونوا فاكرين ان هو عايش متهني. ابشروا والله ما عايش متهني، ده انتوا اللي في هنا، انتوا اللي في سعاده، انتوا اللي ربنا اكرمكم بالابتلاء ده وكان نعمه عليكم في حياتكم، عشان ربنا هيرد لكم حقوقكم. اصبروا بس، اصبروا، لان بعد الصبر ده هيجي جبر. والله العظيم هيجي جبر. والظالم اللي اختار طريق الظلم والاذيه هيشوف ويلات. احنا بس قاعدين كده متهني، سعيد، بيصرف، الدنيا حلوه معاه، صحته حلوه. لا والله العظيم انا بقول لكم اهو، ابشروا لو اطلعنا على نسبة 1% من حياة الظالم هنشفق عليه. اصبروا وارضوا عشان ربنا هيراضيكم، وهتشوفوا عجائب قدرة الله في تحقيق كل ما تتمنوه، وهتشوفوا ربنا لما هياخد الظالم لن يفلته. الفيديو ده عاملاه صدقة جارية على روح بابا وعلى جميع موتى المسلمين. أنا غادة، أتمنى لكم السعادة. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.